اهلا بيكي في قناه انا وطفلي. بتقولي لابنك يلبس هدومه وبيتجاهل، بتطلبي منه يلم لعبه وبيتنهد وبيمشي، بتحاولي تهديه بيزعق ويقولك مش عايز. لو ده السيناريو اليومي عندك يبقى الفيديو ده معمول علشانك. في الفيديو ده هنتكلم عن استراتيجيات حقيقيه ومجربه بتخلي الطفل يسمع الكلام من غير صريخ ولا تهديد ولا عنف، بالعكس هنتكلم باسلوب تربوي يخليه يحب يسمع لك. في البدايه خلينا نتكلم ان سلوك الطفل اللي بيرفض يسمع الكلام مش معناه انه عنيد او صعب، ده معناه انه محتاج طريقه مختلفه للتواصل والتوجيه. طب ليه طفل مش بيسمع الكلام؟ الاسباب اللي مش بتفكري فيها هي ان الطفل لسه بيتعلم مهاره التركيز والانتباه، او ساعات بيكون الطفل غرقان في اللعب ومش سامع فعلا، او نبره الصوت او الاسلوب اللي بيخلي الطفل ينفر بدل ما ينتبه، او الطفل بيكون محتاج احساس بالتحكم في قراراته، او العناد احيانا بيكون طريقه للتعبير عن مشاعر مش مفهومه. طب ايه هي العلامات اللي لو لقيتيها في طفلك يبقى في فعلا مشكله في التواصل معاه؟ اول حاجه بتكرري الكلام 3 أو 4 مرات، او بتوصلي لمرحله الصريخ علشان يسمع، او طفلك بيطنش او بيرد بعصبيه، او بتحسي ان مفيش احترام بينك وبينه، او بتسالي نفسك هو بيعمل كده ليه. طب ايه هي الخطوات العمليه اللي تخلي الطفل يسمع الكلام بدون صريخ؟ اول حاجه تنزلي لمستوى الطفل وتكلمي وانت توصله في عينه، بدل ما تصرخي من اخر الاوضه قربي له وبصي في عينه والمسيه بلطف وقولي الطلب، ده بيخلي الطفل يحس بالامان والتركيز. تاني حاجه اختاري وقت التوجيه الصح، يعني ما تطلبيش منه حاجه وهو مرهق او جعان او لسه صاحي من النوم. بعد كده استخدمي جمل قصيره ومحدده، يعني بدل ما تقولي يلا خلص بقى وهات الشنطه وبعدين البس هدومك علشان نروح، لا قولي له هات شنطتك من على السرير وبعدها نلبس الهدوم سوا. رابع خطوه معانا انك تخيريه بدل ما تأمريه، يعني بدل ما تقولي له البس التيشيرت ده، لا قولي له تحب تلبس التيشيرت الازرق ولا الاحمر. خامس خطوه هي التعاطف قبل التوجيه، لو رفض قولي عارفه انك مش عايز دلوقتي بس لازم نخلص علشان نلحق الحضانه. واخيرا اشكريه بعد ما يسمع الكلام، يعني جمله زي برافو عليك انك سمعت الكلام من اول مره، دي بتقوي الاستجابه المستقبليه وبتخليه ينفذ اي طلب تطلبيه منه بعد كده. طب ايه هي الحاجات اللي بنعملها بتخلي الطفل يرفض يسمع الكلام؟ اول حاجه الصريخ المستمر، تاني حاجة التهديد اللي ما بيتنفس، تالت حاجة انك تطلبي حاجات كتير ورا بعض، بعد كده النقد المستمر او انك تزعقي له قدام الناس. طيب ازاي اعمل علاقة قائمة على التعاون مش السيطرة؟ اول حاجة خلي في اوقات بتلعبي فيها معاه، تاني حاجة لما يسمع الكلام بيني انك مقدرة ده، بعد كده لما يرفض طلب ليكي اسأليه عن السبب وناقشيه، ولما تحترمي اختياراته هيسمع لك لما تطلبي بعد كده. طب سؤال، هل الطفل لازم يسمع الكلام على طول؟ لا طبعا، مهم نعرف ان الطفل الطبيعي هيجرب يرفض يقول لا، وهيمر بمراحل استكشاف. انت كل دورك انك توجهيه بحب وثبات من غير ما تعتمدي على الصريخ او التهديد. شاركينا في الكومنتات ايه اكتر موقف ابنك رفض يسمع فيه الكلام وكنت محتاره تتصرفي ازاي. وفي النهايه كل ام بتتمنى ان ابنها يسمع الكلام، بس الاهم ان يسمعوا عن رضا مش عن خوف. ابدأي النهارده بخطوه واحده وغيري جمله اعمل كده لتحبي نعمل كده سوا، جربيها وشوفي الفرق. ولو الفيديو فادك شاركيه مع اي ام تانية، وما تنسيش تعملي لايك واشتراك للقناه علشان توصل لك كل الفيديوهات الجديده.